يا صباح الخير عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في الاول كده طبعا ايه ده مكان محظور، ايوه مكان محظور. بس انا قلت ايه، لا لازم يعني افتح بقى متحف الشمع اللي عندي ده، واطلع منه إيه الفنجان والطبق دوت. الفنجان كان عندي كنت بستخدمه. بصراحة أنا مش بستخدم أي حاجة من حاجات النيش خالص خالص، بس مؤخرا يعني قلت طب يعني ليه مش بستخدمها ليه؟ طبعا الحاجات دي بقالها أكتر من 13 سنة، يعني حرفيا حتى وأنا عروسة ما طلعتش حتى فنجان والله شربت فيه. فقلت يعني هو أنا ضامنة عمري؟ أنا مش ضامنة عمري ما أشرب. وبرضو حتى وانا بطلع اللي هو بقول لنفسي ايه، طيب اطلع اللي هو البايركس ده اشرب فيه بلاش التانيين. برضو يعني شفتوني وانا حتى يعني على نفسي بستخسر يعني. وطبعا جوزي كالعاده الكيس بتاع القهوه بتاعته ما بيحبش يحطه زي ما انا قلت لكم كده في اي علبه او اي حاجه، بيقعد يقول لي ريحته بتغير والكلام ده. عملت لنفسي بقى ايه فنجان قهوه، هتشوفوه. هتضحكوا عليه جدا، يعني انا عاملاه طبعا ايه. بصوا استنوا هتشوفوا شكله، هتنبهروا. وكالعاده ايه بيوجع لي بطني. المهم عايزه بقى النهارده اتكلم معاكم في حاجه كده. إيه على السريع هنعمل النهارده روتين كده حلو قوي مع بعض، وهننضف الدنيا كده مع بعض، وهنعمل هطلع كده وراك ديك رومي. هنعملها مع بعض. وعايزه اقول لكم بقى بجد محتاجه رايكم في موضوع الوراك بتاعت الديك رومي دي. انا عملتها وطلعت حلوه. طبعا انا بحرق الفيديو، بس هو لسه يعني مش دلوقتي هعمله. بس انا قلت الاول ايه، بما ان بقى اليوم شاق وامتحانات وكان لسه بقى ضوء النهار لو تاخدوا بالكم بقى شايفينه كده ايه، الاضاءه خفيفه، فقلت ايه ادلع نفسي بفنجان القهوه اللي من غير وش ده. كالعاده بعمله من غير وش، ليه مش عارفه ما اعرفش بقى. الحمد لله قلت برضو يعني طالع من غير وش هكتئب كده على الصبح، لا مش هكتئب. قعدت وقلت اغير المود بتاعي، وبما اني ما بقعدش ولا بستفيد يعني باي حاجه من الكراسي دي ولا حتى بقعد عليها. انا من النوع اللي يعني ايه بحب احافظ على حاجه. وعايزه اتكلم معاكم النهارده بجد على ان انتوا يعني حاولوا. الحمد لله ناس كتير قوي كتبت لي في التعليقات يعني الفيديوهات اللي فاتت لما كنت بقول لكم ان انا متجوزه بقالي يعني الحمد لله عديت كمان ال 13 بشهر اهو. فاللي هو يعني انت ازاي بتحافظي على البيت وكده. هقول لكم في وسط الروتين انا ازاي بحافظ عليه. بصوا يا بنات، يعني انا الفتره اللي فاتت دي بتفرج بجد. بصوا ده بقى الوراك اللي هي بتاعت الديك الرومي. دي كنت جايباها من فتح الله، لان انا بصراحه دايما لما بروح عند اللي هو بتاع الفراخ ما بلاقيش عنده، بلاقي عنده اللي هي البلدي، اللي هو تاخدي الديك الرومي كله على بعضه طبعا. وطبعا غالي جدا يعني. فانا ايه لما روحت فتح الله فانا فكرته بلدي، هو ما طلعش بلدي، هو اللي هو الابيض. وهما بيبيعوا منه بالكيلو. ده كان كيلو ونص. فانا قلت ايه اعمله يعني ايه على كذا مره. هنا بقى ايه ده الفريزر بتاعي تمام. الفريزر بتاعي ده انا متجوزه بيه يعني فاهمين. بس هو يعني اتخبط له خبطه كده من وانا يعني كنت بنقل في شقتي التانية. فالحمد لله. بصوا انا بصراحه دايما بحافظ على حاجتي ازاي. مش بالميه، الميه كتير والله بتبوظ الحاجه. يعني بصوا انا يعني يا دوبك اخدت بس حاجه، فلقيت مكان الكيس بتاع العيش والعلبه كده اللي انا كنت العلبه دي انا مش فاكره انا حاطه فيها ايه تقريبا. ورق كرنب انا حاطاه جوه العلبه دي وعيش، وقافلاها كده كويس وحاطاه. فوانا باخد كده يا بنات لقيت بس ايه الحته دي مش نظيفه وفي زي تراب كده ايه فيه. دايما خلي ايدك في الحاجه. يعني انتوا بتسالوني مثلا إن ازاي بتحافظي وازاي بتعملي جري والله. وكمان عايزه اقول لكم الفيديو اللي هو بتاع الجوله اللي انا كنت عاملاه. ناس كتير قوي سالتني انت ازاي بجد يعني حاجتك كده ومن 13 سنه والكلام ده كله. فعايزه اقول لكم والله السر ولا في خلطه. ولا ممكن اطلع اكتب لكم بقى على العنوان السر في الخلطه السحريه، والسر مش عارفه في الخلطه الايه مفيش الكلام ده خالص والله بجد. مفيش يا جماعه حاجه اسمها خلطه سحريه. ايه الخلطه السحريه؟ هي اللي هتخلي بيتك كله طب ماشي في المطبخ ماشي، انما في الحاجات التانية والموبيليا والعفش والاجهزه والحاجات دي برضو هي دي خلطه سحريه. ولا في خلطة سحرية.
كل ده مجرد بس يعني اقول لكم ايه، مشاهدات مش اكتر. بس انا حقيقي والله يعني بجد هحاول اقول لكم بجد الصراحه. وهحاول افيدكم والله، ويا رب يا رب كده، وقولوا لي، عايزه بس عايزاكم بس تردوا عليا وتقولوا لي هل فعلا ان انا بقوله لكم ده صح ولا لا. اكيد يعني كل الامهات اللي زي اللي محافظه على بيتها ومخلياه بيشف ويرف كده من النظافه هتقولي ايوه انتي معاكي حق. بصوا، في ثانية، بصوا أنا بعمل إيه بقى. أول بأول كده الدرج بتاع الفريزر لما بيخلص مني خالص، بمسك الدرج كده أشيله، لقيته خلص بروح في المطبخ كده واروح غسلاه كويس واروح حاطاه تاني، ولا بفضيه ولا بعمل كل الحاجات دي. ممكن أعمل الحاجات دي مرة في الأعياد، فاهمين قصدي. الحاجات دي والله الخضار اللي جوه لما بتطلعيه ويرجع يعمل تاني، بيعمل ميه وبيعمل تلج وبيبوظ يعني، فاهميني. بصوا بقى، ده هم هنا جم من المدرسة وناموا وصحيوا. كانت الغرفة بتاعت الركنة دي بجد كانت متروقة وحلوة وجميلة وما فيهاش أي حاجة. بصوا، الماسك عشان اليومين دول في المدرسة قايلين كل يجي بماسكاته، الشراب في حته بس الشراب ده نظيف، الفردة دي نظيفة، انما اللي في الأرض مش نظيفة. وانا لازم اصور لكم ايه، اصور لكم الواقع. بصوا هي عملت لي ايه في الأوضة، ونامت ورمت هدومها ورمت حاجاتها في كل حتة، وفي الآخر قاعدة بتنفخ بالونة بعد ما نفختني. يعني هي نفختني وفي الاخر قعدت تنفخ في البالونه. بصوا بقى، انا قلت لكم في وسط الكلام هقول لكم انا ازاي بحافظ على الحاجه. والله والله ربنا يعني يشهد على كلامي، اللي انا بقوله لكم ده ما فيهوش ولا بقى لم مشاهدات ولا خلطه سحريه ولا الهبد ده كله. بالنسبه لي بصراحه هبد يعني. السر في ايه؟ السر في الحركة. الحركة، اه والله الحركة. ايه هي الحركة؟ وان انتي يعني هقولك مفيش حاجة اسمها ان انتي عودي طفلك على النظافة. لا 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 لا، على فكرة انا الحمد لله يعني يعني الحمد لله الى حد ما، مثلا البيت نظيف عندي وعلى طول ايدي فيه. بس مهما يعني مهما الاطفال تعوديهم وتقولي لهم لا وما تعملش، خلاص هم دول اطفال، بيجي عليهم فترة معينة لما بيعدوا كده حوالي مثلا 10 سنين بيحاولوا ان هم يبقوا يعني لما يشوفوا البيت مبهدل، ايه ده يا ماما، هي الدنيا عاملة كده ليه، انتي سايبة ليه الدنيا كده. هم نفسهم خلاص عينيهم خدت على النظافة. مفيش حاجة اسمها أزعق لابني أو أزعق لبنتي. أنا بسيبها. يعني لما بتضايق منها بعمل ايه؟ بسيب الدنيا كده تضرب تقلب، وبعدين تيجي تقول لي ماما انا مش عارفه اقعد، بصي المنظر، اقول لها انتي اللي عملتيه، روقيه، شيلي حاجتك، اعملي. بس ده لما بيكون مش في ايام مدرسه. طب في ايام مدرسه لا، انا بحاول انا اروق واخلص واظبط بيتي. مش بعتمد بقى كل شويه ان انا اقول لها شيلي او شيل او حط او اعمل، بحاول شويه شويه. بصوا المنظر، انا هوريكم بقى المنظر وهوريكم الحاجات اللي بتحصل. بص، دي الاوضه اللي انا كنت عامله لكم فيها جوله وكانت تحفه وعجبت الناس يعني، نظرا لمساحتها وان انا يعني قد ايه بجد كنت مرتبه. بص المنظر، والله ده الواقع اللي بيحصل. ولا تقولوا لي خلطه سحريه ولا خلطه جهنميه ولا اي حاجه من الحاجات دي يا بنات. خلي ايدك على طول في الحاجه. ازاي ايدي؟ الركنه اللي انتوا شايفينها دي والله من 13 سنة. وعايزة بقى كل الناس اللي محافظة على بيتها كده ايه تنزل كده تكتب لي في الكومنتات احنا بيوتنا زي ما هي ما غيرناهاش. اصل يعني مش عارفة هو انا لوحدي اللي كده؟ لا طبعا، اكيد في ناس زيي واحسن مني محافظين على بيوتهم، واكيد عندهم اطفال، واكيد بهدلوا، واكيد عملوا، واكيد بيتنططوا. انت فاهميني. فانا عايزاكم تقولوا لي بجد بقى، يعني عايزه، انا مش عايزه احس ان انا لوحدي، انا عايزه ان كل الناس اللي بيوتها محافظين عليها كده ويدخلوا بيتك يحسوا انه لا ما بقوش 13 سنه متجوزه او فوق ال 13 سنه. عايزاكم تثبتوا وجودكم كده وتشجعوني. وما تنسوش بقى كده الدعوه الحلوه لماي هاوس، وتقولوا لي ايه يا رب يا ماي هاوس قناتك تتفعل. بصوا، انا مثلا قاعده في غرفه الليفينج، فجاه لقيت مثلا انا حاطه على القماشه بتاعت الليفينج دي، حاطه عليها قماشه تانية. اول لما بتتبهدل بمسكها اروح اغسلها في الغسيله، ولا بجيب خلطه، ولا بجيب بتاع المكسل والسترس وكل بقى الالوان والحاجات بقى المنتجات دي وفلاش ومش عارفه ايه. انا مش بعمل كده. ممكن اعمل كده لو سجاده،
يعني لو سجادة دي اصلا حاجات كلها هتتشفط بالمكنسة وهتبقى زي الفل. بصي الترويق اللي فوق الوش ده هو اللي بيخلي البيت على طول نظيف، على طول كده نظيف، بيتك بيبقى حرفيا بجد على طول نظيف. وطول ما انت ايدك في الحاجة، يعني مثلا الكفر بتاع الركنة اتبهدل، على طول شيلي كده واغسليه وحطيه تاني، ما بياخدش منك اقولك ثواني. ما تعتمديش على ان انتي كل شوية تمسكي الركنة والانتريه وتفضلي تحطي عليهم منظفات، والحاجات اللي بتتحط والله العظيم بتقطع القماش، حرفيا حرفيا. وعن تجربة كنت في المرتبة بتاعتهم قبل ما اجيب لها كفر، كنت كل شوية الاقي بقعة والاقي حاجة اروح رش عليها، فجأة مع الوقت انا لقيت القماش يا بنات والله بي اسمه ايه اللي هو بيتقطع كده، بيتهرتل خالص، فاهمين؟ فايدك دايما على طول في الحاجه. ما تصدقيش اللي بيقعد يقولك الخلطه السحريه والخلطه الجهنميه، وكاننا عارفين الناس اللي بتمشي في الشارع وماسكه مايك كده، وحرفيا بقت هو ده، وكله حقيقي والله يعني كلها حاجات ما تصدقش. فخلينا في ارض الواقع. ارض الواقع ايه؟ ان انت يعني اولا اول حاجه كنت يعني لما بروح مثلا عند حد او كده، اول حاجه بشوفها ايد الكنبه، ايد الكنبه ساقطه، سيبك بقى من النظافه، ساقطه لتحت. بصوا القمر بتاعي الصغنن ده وانا بروق كده، فلقيتها ايه لقيتها بتصلي. ادعوا لها بقى ايه ربنا يثبتها كده ويهديها. بصوا مثلا شنطة المدرسة، ملكوش دعوة بالغسالة بتاعتي بقى، الغسالة بتاعتي بصوا هي كلها على بعضها عايزة تتغير. ده مش مني والله، مش فكرة بقى انا محافظة ومش محافظة، لا، المكان اللي انا كنت ساكنة فيه الاول يا بنات الحمد لله الحمد لله ربنا عافاني منه، كان مكان كله رطوبة ومبوظ لي الدنيا، بس الحمد لله بحمد ربنا وبقول الحمد لله على كل شيء. فالغسالة حرفيا خلاص اتبهدلت، بس هي عايزة تتغير البودي بتاعها يعني، بس طبعا لازم بقى نجيب واحد ونشتريه، وعشان نشتري البودي دلوقتي البودي لوحده ب3.5. بص كنت ده مكتوب عليه شامبو سجاد، بس هو مش مكتوب، هو مش بتاع كده يعني، هو الراجل قال لي ان هو بتاع الأقمشة، فانا لما حطيت اللي اسمها إيه الشنط، قلت احط منه. والله كان في بقعة كده، بقعة موجودة يعني في قلب الشنط، والله ولا طلعت ولا عملت ولا اي حاجة، ما علينا. عشان بقول لكم والله ما تصدقوش خلطات، الخلطات دي بتنفع معايا في الشفاط، لما بحطه على حاجات بلاستيك بتطلع حلوة. فلا مش قوي يعني، فاهمين؟ فالمهم حطيت برضو منه وقلت ايه اجرب، وعلى فكرة حطيت برضو على الشنطة قبل ما اعملها كده، وكان عندي فرشة اسنان قديمة فروحت دعكيها كده برضو، حسيتها ما طلعتش. فالمهم يعني الشنط دي عايزه اقول لكم بتاعت السنه اللي فاتت، يعني بحافظ عليها ازاي؟ مفيش، على طول بغسلها لهم في قلب الغساله واروح ايه انشرها. مش عارفه ده كيس كده كيس عامل شبه مش عارفه المكرونه ولا ايه، منه مكرونه اقلام على مكرونه سوست، بس هو كيس ب5 جنيه كده سوري تقريبا، مش عارفه هو واحد سوري كده تحتينا بيبيعه فايه، فراحت جابت لي معاها فقلت اجربه وصورت نفسي كده وانا وانا باكل زي العيال الصغيره. المهم بصوا بقى، بجد تصدقوا ان دي هي الركنه بتاعتي بتاعت جوازي، والله هي الدراع على طول بحافظ عليه، ان انا بحط عليه اي حاجه علشان خاطر الدراع ما يتبهدلش. طيب بعمل ايه عشان الدراع ما يسقطش ويتبهدل والكلام ده كله؟ كانوا وهم صغيرين يحبوا يتنططوا على حاجه ويطلعوا فوق الدراع وينطوا، افضل اقول لا وهم صغيرين، لا كيخ، لا تقع، لا ما ينفعش كده الدراع يبوظ. اللي هو انتي على طول تحافظي على حاجتك بالكلام وبالفعل، ان انتي تقومي لا انزل، لا كده كخ، خد العابك اتنطط، افرش لهم حاجه على السجاد وهما بيلعبوا. يعني ده البنات الصغيره، أنا طبعا مش بتكلم على الناس الكبيره، اكيد الناس الكبيره احسن مني واشطر مني كمان، بس انا يعني بحكم ان انا فاتحه قناه فبحاول افيد الناس من الحاجات اللي انا مريت بيها يعني، وازاي ان انا فعلا محافظه على محافظه على حاجتي يعني لحد دلوقتي. بفضل اقول كخ ولا وما ينفعش وحتى وهم بيلعبوا افرش لهم زي اي ملايه كوفرت دفايه كده كانت قديمه كنت متجوزه بيها، اروح حطها لهم علشان خاطر ايه ما يبهدلوش الدنيا. طيب يلا بقى لم حاجتك، كانوا ما بيرضوش يلموا حاجتهم. طيب نعمل ايه؟ افرش لهم الملايه، عشان في الاخر يروحوا لمين الملايه كلها ورمينها جوه الباسكت بتاع الالعاب، كده تبقى سهله عليهم الموضوع، فاهمين قصدي؟ طيب الدراعات دراع الركنه، دراع الانتريه، الحاجات دي كلها
برضو بيفضلوا يعملوا كده وهم مثلا نايمين، كان ساعات راسهم تبقى فيها كريم زيت فلاقيها مبقعة، فبقيت افرش حاجة على الدراع لحد ما هم يكبروا وتحسي ان هم خلاص يعني كبرهم كركبة، مش بقى قلة نظافة. الخلطة لما بحطها على الدراع والله مش يعني اللون الاسود ده كنت بقعد اجيب برضو زيكم واجرب، بينضف بس بلاقي الاسود اللي على دراع الركنة اجرب. بس بسبب ايه؟ بسبب ان ملك كانت حاطالي امير على الدراع، وبصراحة الامير ما بيطلعش يا بنات بصراحة، لا بخلطة ولا بأي حاجة غير بقى لو انتي غيرتي القماش يعني. المهم انا هحاول اقول لكم كده في كل مره علشان ما تصدعوش مني انا ازاي بحافظ، وبرضو يعني الناس كده اللي بيوتها بالفتره كده قولوا لي برضو وادوا لي نصايحكم انتوا ازاي بتحافظوا على حاجتكم كده، وازاي حاجتكم لحد دلوقتي كويسه يعني وعايشه معاكم وعادي. فاهمين قصدي؟ تعالوا بقى ندخل النهارده على ايه. هعمل بقى ده يعتبر انا لما جبته من فتح الله هم مقطعينه كده تحسوه من شبه اللحمه، بس لما بيستوي لونه مش بيبقى ابيض زي الفراخ. بس عايزه اقول لكم في الاخر وفي النتيجه هو فراخ، تحسوه فراخ. فاهميني؟ المهم بقى دخلت كده قلت اشوحه اعمله زي طريقه الرز البرياني، بس الرز البرياني بيعملوا له البصل الاول، بس انا بصراحه قلت لا علشان الزفاره ولو نزل مني مثلا العصاره بتاعته او كده ما يبقاش في البصل، فقلت اشوحه وهو كده اديله صدمه الاول. برضو بوتاجازي ده من 13 سنة، بس بصراحة العيون بتاعته انا بقول الصراحة العيون بتاعته كلها طارت ليه بقى؟ لان الفرن لما جيت اعزل الفرن نفسه باب الفرن حصل فيه حاجة، فلما ركبناه خلاص هو بقى الباب موارب، فالسخونية كلها يا بنات بقت بتطلع على فين؟ على الزراير. فالزراير كلها مش البلاستيك الاسود هو اللي باظ، لا ده اللي جوه اللي هي العمود النحاس ده بقى ولا بيلف يمين ولا بيلف شمال. فعايزه اقول لكم مفيش فيه غير حوالي 3 عيون بس هي اللي بتبقى شغاله، بس برضو ولا هملاه ولا سايباه ولا بمل منه، عادي بنضفه ايدي فيه على طول يعني. فاهمين قصدي؟ يعني بصوا العين اللي جنب العين اللي فوقيها دي ما بتشتغلش اصلا، ليه؟ النحاس اتكسر، وعلشان اغير العمود اللي هو النحاس اللي بيبقى جوه العين اللي بتلف يمين وشمال دي برضو رقم كبير قوي، فاللي هو طب وعلى ايه بقى؟ فبصراحة كتر خيره، استخدمته كتير واستعملته كتير والحمد لله يعني نضيف، مش سايبة فيه حاجة اذا كان من جوه ولا من بره. برضو الازاز بتاعه اللي هو كان من ظهره ده اتكسر، برضو انا ايدي فيه مش مكبره دماغي بقى ولا كل شويه اقعد ازن واقول لجوزي لا انا عايزه اغيره. اكيد حاطه في دماغي ان انا اغير واعمل، بس خلاص مش معنى كده ان انا هسيب حاجتي تبقى مش كويسه او مش حلوه. ايدك في الحاجه على طول هو ده السر، والله بكلمك جد وعن تجربة. واكيد كلكم عارفين ان بجد بتبقى حاجات ريفيوهات ومشاهدات وخلاص. ايدك بصوا انا اديته صدمة اهو، وحطيت له بس في الاخر حبة بهارات فراخ كنت جايباها من فتح الله، هي اللي ادت اللون المصفر سنة ده، ومع بقى لما يعني حمرت البصلاية سنة فادت لون كده الطريقة دي على فكرة ناس كتير قوي يعني عاملاها، بس انا كل اللي انا عملته بس او عكسته ان انا يعني اديته هو نفسه صدمة في الاول، قلت علشان خاطر يعني الزفارة بقى وكده. وبصراحة أكلة سهلة، وقلت عشان أخلص يومي بدري بدري ويبقى عندي اليوم كله فاضي بالليل إن أنا أقعد أذاكر معاهم. كده أنا خلصت، هحط له حبة المية، ومش عارفة أنا حطيت الملح تقريبا من غير مسار بس حطيت له ملح، المهم يعني حطيت له ملح، ما حطيتش بقى ولا أي مرقة ولا أي حاجة، هو مجرد اللومي والورق اللورا والحبهان وسمنة، واديت له تشويحة. وبعد كده حطيت البصلاية بعد ما اخد لون كده وصدمه، حطيت له البصلايه برضو خدت لون، بعد كده رحت نازله بالبهارات اللي هي بتاعه الفراخ اللي هي مصفرة دي، وحطيت الميه بقى يعني اللي هو غطيته كده بعدها بعقله ونص. وتعالوا بقى هنا هنعمل هنعمل الدقوس ده اللي بيخلي بقى ولادي ياخدوا منه ويحطوا على الرز علشان ياكلوا. طبعا انا جوزي كان نفسه في بسله، بس انا لو عملت بسله هما ما بيرضوش ياكلوا، وطبعا بيقعد بقى يزعق لهم لا لازم تاكلوا خضار، لا لازم تاكلوا خضار، فاللي هو ما احنا برضو ممكن ناكل خضار بس بطريقه تانية يعني
ما تلزميش نفسك ان ولادي مش بياكلوا خضار، لا اعملي لهم حاجه تانية. الدقوس ده كميه كزبره اهي، خضره وطماطم وحاجات مفيده قوي جواه، حطي جواه وكده هيبقوا ياكلوا خضار. ولعلمك افيد كمان من البسله، لان البسله احنا بنطبخها بطريقه، على فكره كل الخضار اللي احنا بنعمله المصري ده ما بيبقاش فيه فايده قوي زي لما تاكلي الخضار كده فريش. فالدقوس والخضره والحاجات دي برضو مش وحشه يعني. طبعا انا بموت في البسله، بس قصدي اقول لكم اللي ولادها مش بياكلوا زي الخضار، اعملي الطريقه الدقوس ده دايما. يعني بصوا انا حطيت بس 2 توم، ليه؟ لانه لما بيقعد في التلاجة ويبات لتاني يوم طعم التوم بيبقى قوي قوي فيه. وهو ده طريقته سهلة قوي، كزبرة وتوم وطماطم وليمون وملح وسنة كمون وبس كده، وتبقي كلتي الدقوس. فاهميني؟ اهم حاجة بقى ايه، ما تنسوش الدعوة الحلوة كده ليا، وكل اللي بيوتو كده زي كده من زمان تقولوا لي بقى كده ايه ازاي محافظين عليها. وبجد لما بتخشوا بيوت ناس تانية يعني بتحسوا ايه بقى الحاجات اللي انتوا بجد عملتوها ولحد دلوقتي محافظة. يعني في ناس بتمسك البوتاجازات من بالمية من جوه لبره، هل بوتاجازاتكم بتبقى عايشة؟ انا عايزة اعرف يعني. بصراحة انا بوتاجازي عمري ما مسكت له خرطوم وتش تش كده زي ما بيعملوا، لا ما عملتش كده. فعايزة اعرف كده تجاربكم، حافظتوا ازاي على حاجاتكم، حافظتوا ازاي على، يعني حافظتوا بايه؟ حافظتوا بكفرات؟ انا بصراحة من الناس اللي مش بحب الكفرات خالص خالص. إيه معرفش ليه، بحس ان هي بتغير الشكل. بس بحطها امتى بقى؟ إيه قبل العيد كده لما باجي بقى انضف، اللي هو علشان بقى ايه احس يعني لما اشيل الكفرات احس بقى ان الدنيا حلوة كده والتغيير يعني. بصوا انا يعني بضربه، وادي بقى الرز خلاص خلصنا، يعني رز برياني. بصوا شكله بقى، هحطه بقى كده واحطه فين؟ هحطه طبعا ايه، مش على السفرة اللي بره في الريسبشن، لا ده انا هحطه على السفرة اللي انا قلت لكم حطها في الطرق. من هنا بقى اجي اقول لكم كل مرة، هحاول اقول لكم انا ازاي بحافظ على حاجتي. يعني بدل ما اكل على السفرة اللي كراسيها كلها قماش، لا في ترابيزة كده صغيرة بكراسي، ما عنديش مساحة في المطبخ، عملت ايه؟ حطها في الطرقة في وش المطبخ. المهم يا رب كده يكون الروتين عجبكم واليوم عجبكم، واشوفكم على خير في فيديو جديد، ومع السلامة.